حسابات تحفيز وهمية، الحسابات اللي انتشرت مؤخرا دي، لكن الهدف منها مش التحفيز. الهدف زرع نموذج زائف للنجاح، والمحصلة إن تصدق إن القمة ممكن توصل لها من غير مجهود أو علم أو هيمة. دلوقتي هيطلع واحد يقول لي يعني كل الناس بتوع كبس كبس دول أزرع وخونة وعملاء وكيانات، ولا كبرتوا الموضوع يا شباب؟ هقول لك لا يا برستيج، هي ما بتمشيش كده. يكفي لأي كيان من اللي حكيت لك عليهم دول إنه يشوف حد اتشهر بحاجة تافهة أو اسمه اتكرر ليومين 3 ورا بعض في هوجة ترند، هو من نفسه هيروح يدعمه ويكبره ويشير له ويرمي له دعم للركب ويعادي قصة مع ده ودي ودول، عشان بس يوصل لك كمشاهد رسالة واحدة: إن الفنكوش هو اللي بياكل عيش، وإن السعي والجهد والكفاح والمصابرة كان موضة قديمة وخلصت. وخد بالك من حاجة، انت لا تعرف مين الألوفات اللي تبقى فاتحة بتتفرج على اللايفات دي، ولا مين اللي بيرموا دعم بألوفات برضه. انت كل اللي شايفه قدامك اكاونتات لا تعرف مين وراها ولا مين صاحبها. بس خليني هنا اسألك سؤال بيني وبينك كده، هو انت في الهوجة اللي حصلت الكام يوم اللي فاتوا دول ما سألتش نفسك سؤال وقلت اشمعنى دول بالذات؟ اشمعنى من 50% في الثانوية العامة؟ واشمعنى اللي كان في مكان مفصلي في الدولة، واللي بتبيع فسيخ واللي بتبيع رنجة واللي بتبيع جلة؟ ليه مش ناس عادية في النورمال، يعني ناس حتى لما الدنيا تروق عليهم يبقى عندهم أقل قدر من الثقافة اللي يخليهم يدوروا الأمور من غير ما يسوحوا نفسهم التسويحة السودا اللي حصلت دي؟ بس أنا مش هقول لك الإجابة هي كذا، أنا هقول لك أدي الجمل وأدي الجمال، وده الوقت اللي تختار فيه ما بين إنك تفضل جمل مربوط في المكان اللي يحطوك فيه، وما بين إنك تنضم للنهضة وتبقى جمال. صابونة.